هو نادي الاسيوطي ده مش هنخلص منه بقى ولا ايه؟ كل سنه يطلع لنا بحوارات. السنه اللي فاتت في كاس السوبر يقول لك انا لو ما كسبتش انا هسحب استثماراتي من مصر ومش لاعب تاني ومقموص وزعلان. السنه دي يطلع لنا بحوار التذاكر في المباراه بتاعه الاهلي بتاعه النهارده. يا راجل في حد بيعلي على جمهور الاهلي؟ في حد بيدخل منافسه مع جمهور الاهلي؟ في حد بيستفز جمهور الاهلي؟ ده انت لو خليت التذكره ب1000 الناس هتروح برضه، الناس هتستلف وتروح. انت بتتكلم مع جمهور بيعشق ناديه، انت بتتكلم مع 70 80 مليون من جمهور الاهلي. يعني انت في الاول والاخر عندك 15000 تذكره بس. ال 70 80 مليون اهلاوي دول ما فيهمش 15000 يقدروا يروحوا الاستاد ويدفعوا 1000 و2000 و3 و4 و5 زي ما انت عايز. عد، انت ما عندكش عقل عشان تفكر في قرار زي ده. انت لو بتفهم ما تستفزش النادي الاهلي وجمهوره. انت لو بتفهم ما تخلقش دوافع للعيبه وللجمهور، لان اللي بيمس الجمهور بيمس اللعيبه. اللعيبه دي بتلعب عشان الجمهور ده، فانت لو زعلت الجمهور ده ولا استفزيته اللعيبه دي هتنزل بروح جامده جدا بدوافع قويه جدا عشان ترد عليك وترد اعتبار جمهورها. اللعيبه دي هتنتصر لجمهورها، هو ده الطبيعي، وهي دي العلاقه ما بين جمهور الاهلي وبين لعيبته. انت يا اسيوطي ما اتعلمتش خلال السنين اللي فاتت دي اللي لعبت فيها في الدوري المصري وعرفت يعني ايه اهلي ويعني ايه جمهوره؟ يا راجل ده الزمالك اللي عنده جمهور، مش انت اللي ما عندكش جمهور. الزمالك عنده جمهور 30 40 مليون. عمرها ما حصلت واستفز جمهور الاهلي بالشكل ده، ولا عل عليهم تذاكر، ولا عمل العمايل اللي انت بتعملها دي. حتى الزمالك المنافس الوحيد للاهلي في الدوري المصري عمره ما فكر يعملها، عارف قيمه الاهلي وجمهوره. فالنهارده ان شاء الله رب العالمين الرد هيكون في الملعب، والرد هيكون من الجماهير الموجوده في المدرجات النهارده. واقول لكم على حاجه، هتاخدوا القضيه كمان النهارده، وباذن الله رب العالمين هيتعلم عليكم، وهيبقى في قضيه كمان، وهتخسروا المباراه، ومفيش دوري ولا في اي حاجه هتاخدوها الموسم ده، وابقوا قابلوني ان خدتوا اي بطوله. والوعد ان شاء الله رب العالمين الساعه 9 وهنشوف المباراه هيحصل فيها ايه، وباذن الله رب العالمين المكسب للاهلي وللاهلاويه. واتمنى ان لعيبه الاهلي تنتصر لجمهورها، وتعرف نادي الاسيوطي حجمه كويس جدا، وتعرفه هو فين قصاد الاهلي وجمهوره. بالتوفيق ان شاء الله رب العالمين لفريقنا النهارده، وباذن الله رب العالمين هو الكسبان. شكرا لكم، سلام.